جاء جميعا يسمعون من صوت الصالح قوي عشان كده فعلها في منتهى الخطيرة. المسألة مش حزب الحزب عن حزب، مسألة مهمة. الدولة المدنية التي استغرق منها 100 عام من أيام محمد علي الكبير معرضة للانهيار بالتالي وانتهت عقلها ديكتاتورية وحياتية على أنقاض الدولة المدنية. فليس لنا خيار إلا أن نقول ما رجع ولو أدت إلى بعض من الكفاية، لأن المسألة إما أن ننسى هذه المراجع وإما أن يكون لنا الخيار في الشهادة أو الانشكاك عدم نعم ديكتاتورية فاجرية إنما الوحيد. أنا فكرت إنها عشان الوقت المحشك الساعة الأولى يكون واحد منها هياخد رأس الساعة الشخصية اللي هو عايز يقول، الساعة الثانية تحت أمر حضراتكم في الاستفسار عشان نرجع رأس الليلة إن شاء الله على الساعة 10 مخلص. اللي أنا عاوزه النهارده هو هديكم بسرعة تاريخ الإخوان المسلمين وتاريخ الحركة الشرعية لتعلموا مدى الخطورة الشديدة للعذاب الذي نواجهه. سنة 19 كانت الثورة المصرية ترتب عليها سنة 24 وزارة الشعب وبداية الحركة الليبرالية. هذه الليبرالية لو انتصرت لكانت النتيجة ان كل أطماع الاستعمار والملكية المطلقة إلى الزواج، فتأمر عليها القصر عن طريق حكومات أقلية، وتأمر عليها الاستعمار مهمة خطيرة للقضاء على الإسلامية وهو إحياء الفاشية الدينية. في هذا الوقت كان العالم مع الحكومات الفاشية مسلمين في إيطاليا يكفر بعد كده في ألمانيا جاء كمان أدور الدولة الأولى الخلافة فاكتشف الفرمات السوق أولانا من السؤال وفرمات ما يحفظ الدولة الإسلامية فمحقق المكاتب الخلافية. فهذا أداء التنوين كي يحقق في السيد سأصدرون وقوم رجال الحقيقة الفدرالية للدفاع عن الدولة المدنية. وجاء الشيخ علي عبد الرازق طلع كتاب شهير الإسلام أصول الحكم يقول أن الخلافة ليست نظام إسلامي لا تسليفة سياسية اختارها العرب المصرف وكيف أن يكون النص الصالح يمسعه منها أخطر ما بعده الإسلام هو أنه تبقى شابا في 28 من عمره يتميز بقدرة خارقة على التأثير في الدين. مدرس في الإسماعيلية يضع حسن البني. أنا طفل عندي 14 سنة كنت بروح دار الإخوان المسلمين في العلمية أنبهر إن المباني الشكل الدراسة ساهل جميل هذا الشاب ادوه 500 جنيه كل يوم شكل تاريخية 500 جنيه ده أنا فيهم مركز عام التنمية في الإسماعيلية. وبدأت الدعوة تستشرك في مصر ووجدت استجابة خبرة خصوصا بالأنصار المتعلمين لأن فكرة الخلافة والحكومة الدينية وطلعها شهد عليه إنها راية مصرفة عشان أصل منه. لأن هذا الإخوان في صف الحركة الوطنية طوال تاريخية وأول خطوات سريعة كده منقسم الحركة الوطنية. عندما ألف رسول إماشة الدستور سنة 30 خرج المظاهرات العالمة في مصر كلها تهدف الشعب عن حد، فأخرج الإخوان المسلمين مظاهرات مضادة تهدف والله مع الناس. كان 47 هذا ممكن بسرعة بس عشان يعني الوقت المهم 47 كان واحد صوت إبراهيم الذي يقيد مصر إلى الأبد بالاستعمار البريطاني. فالآن الثورة الشعبية المنطلقة بالشباب المقامات العمالية وكان حزب الوفد في المعارضة وراءها حتى أسقط هذه المعارضة. الإخوان المسلمين في هذا الوقت كانوا مع
إسماعيل صدقي الفصيل السياسي الوحيد الذي يؤيد إسماعيل صدقي. وسمع الحسن البنا اللي يكتب في الأرض وزيع بالراديو يقول فيه واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق وعديد وكان رسولا نبيا. هذا الكتاب الثاني فيه جلس الانقلاب العسكري سنة 52. صح كل الأحزاب السياسية كانت غير الإخوان المسلمين الذين استعملهم في سقف هذه الأحزاب وبعد كده سقف الانقلاب العسكري سنة 52 برضه بعجالة الأمور إن الاستعمار سمع بي. أنا ما بقولش إن عبد الناصر كان عاملين، أنا بقول شباب عسكريين وسرقان سمع الاستعمار لهم بأنهم يصلوا الحكم لفكرة أن هذا النوع من الشباب لم يكن غير الحكم ديكتاتورية لأنه بطبيعته العسكرية ما يعرفش من كده. وتتولى هذا عن الاستعمار صح تطور الإنفاق الذي وصلتها الناس بالإنفاق الوسط في 52 خصوصا بعد إلغاء المعاهدة وبعد افتتاح المسابقة التطبيقية. لو أرادنا أنهم يسحقوا الانقلاب وحركوا 100,000 عسكري بتاعهم من شهر مختلفين عند قناة السويس لتغير مجرى التاريخ قبل هبوط سنة 23 يوليو 52. سنة يوصل للحكم لأن هيأدي خدمة كبيرة له دون أنجاز. وقد كان وصل عبد الناصر وفرض الدكتاتورية العسكرية وبعدين ساعدون الأمريكان لما كان العنف الثلاثي عشان يجوا على الإنجليز والفرنسيين ويخشوا هم ساعدوه في الوحدة مع سوريا لأن سوريا كانت على وشك السقوط سنة 58 في القبض في الحزب الشيوعي بخارج البلاد. ساعدوا الأمريكان وأنبوا الوحدة إلى أن وصل الهيون والجنود بعقد وانا بن ناصر إنه خلاص أصبح القوة التي يتوقع وحق الجيش كان منابع البترول المتقدسة في اليمن. إنه بيجي المتوقف قرروا القضاء عليه. استمرون إلى نفس 67 وكان هو أمام العالم عن المعتاد هو اللي أتى كمان العقل هو اللي بدأ وبدأ النصر الأمريكي كلمته عندما كان شخص جمال عبد الناصر هو الذي بدأ خط السلام وطرح الحل العسكري جانبها المقبول ومطر الدروس. كل هذا التاريخ الإخوان المسلمين كانوا فيه لما تصوروا 54 من شركاء في العصر وفي الحروب صعدهم وسحوا وتنموهم إلى أن وصلوا إلى ما وصلوا إليه عليه السلام الذي استعمله الذي ضرب الحركة الإسلامية. فتوهموا أن الفرصة قد حاجة ثم قتلوا السادات تبردين قتل السادات عليهم أخرجه من السجون ومكنه من المال. وصلنا سنة 54 لبعض السجن وإذا فرص البارك في الحكم والإخوان المسلمين تدريجيا لتظهر على الساحة في الأول في صور مواد مستقلين تحت عباية حزب الوقت ثم من الضابط العمل السري إلى أن وصلنا سنة 2005 جاءت انتخابات 2005 ورغم التدمير الفاحش اللي كان فيها استطاع الإخوان أنهم ياخذوا 88 كرسي يسمون قاتل فأصيب مبارك بهدع ونذهب إلى الأصدقاء والمهاجرين في السعودية. هناك ضربتان في البلد الإسلامي في مصر تعرف عليهم عقائد لنا العمل السياسي وهم الصوفيين والسلفيين. لعب سنة 2005 أخرجوا بلوغ سمعتوا عن اسمها سلفية وعلى السلفية. ليه؟ عقائدهم تمنعهم من ممارسة السياسة. خصوصا الدراسة السلاح لوجه الحاكم حتى معارضته تصل إلى مرتبط الكفر. تفسيره إيه؟ إنه لما أعمل كده قصاد الحاكم أنت كأني تصل من المولى سبحانه وتعالى حقه في أن يكون المنتخب الجبار واحدا. طيب إذا الحاكم ده ظلم مهدي ليه قال لك تنصح فإن يرتد أن تدعي يعني
لا ترفع السلاح ولا الصوت في وجهه، لأن ده خروج عن حق المولى شأنهم. راح مبارك إلى السعوديين هل هلع رغم هذا خد 20%، يعني ده لو استمر الأمر هيخلق. قالوا له ما تقلقش، ألد أعداء المسلمين عقائديا هم الوهابيين. دفع الوهابيون السعوديون إلى الحركة السلفية في مصر في الفترة من 2009 إلى 2011، وهذا مسجل في كل مراكز المخابرات العالمية، ومؤسسة 17 مليار ريال. وإذا بالحركة السلفية تخرج من الوهول في الطريق المتوحشة للكذبة. فالنهارده احنا أمام فالساعة يستعمل الإخوان لنا إخوان السلفيين زي ما كان مبارك بيستعمل فالساعة اسمها الإخوان المسلمين. إذا سقط هذا المجتمع في إيد هؤلاء الوحوش فقالوا يعني إن من تحت الأرض شهداء، وإنا أن نقضي عليهم في حمام من الدم مهما كان السنة. أنا قلت اللي عندي فكرة.